راح نديرو مع بعض هاد لو غاتو شوكولا بور دو كاكاوات. شكلها بزاف راقي و بريزونطابل بصح، اسهل من خدمته ما كانش. تبعوني. الحاجه الاولى نجيب 3 حبات بيض يكونوا كبار، واذا كانوا صغار ديروا 4. نزيد عليها السكر، قرصه ملح، نسم بلا فاني، ونضرب مليح حتى يضاعف الحجم تاع الميلونج. ونزيد الزيت، الكريمه السائله، ونكمل نخلطهم. وبالصفايه نزيد النواشف اللي هما الفرينه، الكاكاو وخماره الكاطو. نخلط كلشي مليح ونجيب اون بلاك مفرشه بالبابي كويسون، ونحط فيها العجينه ونسرحها فوقها وندخلها في كوشه 200 درجه مده برك 7 دقائق، باسكو ما يحكمش بزاف الوقت في طيابه. وكي طيب البسكوي برد نحي له الحواشي ونقطعه ل3 مستطيلات، حاولوا ديروهم متساويين ونخليهم اباغ. حمص الكاوكاو هو عاد دافي، نحطه في الروبو مع رشه ملح ونطحناه بلا اي اضافات، لا زيت لا والو، نطحناه حتى يولي ليكيد. وهكذا نخدموا زبده الفول السوداني. برك تحسوا بلي الروبو سخون عطوله شويه راحه وعاودوا كملوا من بعد. وهنايا جبت الزبده، درت لها سكر غلاس، نسمت بلا فاني ودخلت لها الهواء الماكسيموم باش تخفف، باسكو رايحين نخدموا اون كريم او بور امريكان بزبده الفول السوداني. وكي تخفف غايه نزيد لو بور دو كاكاوات وكميه تاع لا باتا تارتيني بلانش كوتيلا من الوجدان اللي غادي تزيد بنه هايله لكريمه الزبده الامريكيه تاعنا، واللي تعجبني بزاف ونفضلها باسكو ما فيهاش البيض خضر. وكما راكم تشوفوا بديت نمونطي الكاطو نتاعي ونحط لا كريم او بور بين طبقات البسكويت، وبيان سور بلا ما ساقي البسكويت باسكو جاي غني بزاف وماشي ناشف من داك الزيت والكريمه اللي درناهم في لاباط. وكي نكمل نغلف القالب واللي يسيه وندخله في الكونجيلاتور يشد روحه بالقله ساعه. ودرك نخدموا لا غاناش اللي غادي نكوفريو بها الكاطو. وهنا ديت كميه تاع لاباط كلاصي الوجدان واللي تمد احلى نتائج في الغاناش. نزيد لها لا كريم وندخلها دوب في الميكرووند، سينو غليو لا كريم وزيدوها على الشوكولا. ومن بعد جيبوا ملون غذائي اللي يعجبكم، انا باينه بلي خير البيك، وندمجها مع لا غاناش نتاعي. وباش نحافظ على الكلاصاج وفرش بلاستيك فوق البوطاجي ونحط ان بول ونحط فوقه الشبكه اللي راه فوقها الكاطو. الغاناش بردتها شويه ونبدا نكلاصي الكاطو من كاع الجوايه، وركزوا مليح على الجناب. اذا حسيتوا بلي تعراو زيدوا لهم طبقه تاع الغاناش حتى يتكوفراو مليح. زوق الكاطو نتاعي بهاد النجيمات. وكي نكملوا نحطوا الكاطو نتاعنا بالقله 2 سوايع في الفريجيدار وماشي في المجمد هكذا باش الغاناش تحكم روحها مليح. هاد الغاناش اللي جات تشبه بزاف للكلاصاج ميغوار، انا خليتها ليله كامله في الفريجيدار وشوفوا لي هذيك لا بريونس اللي تحصلت عليها. وهذا بيان سور بفضل النوعيه الهائله تاع لاباط كلاصي من الوجدان. ننصحكم تجربوا هذا الكاطو باسكو هايل. à la prochaine.